نظم مركز راشد لأصحاب الهمم احتفالية خاصة بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسه، تحت رعاية وحضور الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، ومجموعة من الرعاة وداعمي مركز ورجال الأعمال، ومن كبار شخصيات ممن أسهموا في دعم المركز ومسيرته منذ انطلاقه في عام 1994 ولحد الآن، وإلى جانب نخبة من نجوم الفن من أبرزهم الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، والفنان عبد الله بالخير، والفنانين المصريين ليلى علوي وصفية العمري وغادة عادل، والفنانة السورية سوزان نجم الدين، والفنانة شجون هاجر، والفنانة الكويتية هدى حسين، وغيرهم الكثير، ومجموعة من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. أكد الشيخ جمعة بن جمعة آل مكتوم السعي لتنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات النوعية التي تعكس وجهة الدولة الإنساني وطموحات إمارة دبي بأن تكون بالكامل مدينة صديقة لأصحاب الهمم. وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعدها أغنية وجه الزمان مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، انطلاقا من حرص المركز على تعزيز القيم الولاء والانتماء. أهلا وسهلا بضيوفنا، شرفتونا ونورتونا بأحلى يوم بحياتي، يوم عرس ابني راشد. شكرا كثير لكم على حضوركم وعلى دعمكم وعلى تضامنكم معنا بهذا اليوم. نتمنى ازيك؟ ألف مبروك يا أم راشد. الله يبارك فيكي يا أم مريم، ومبروك علينا مريم عروستنا الحلوة بنتك القمر. ولدها؟ تعبت ما منكم، فكرت ببكره وبعده واللي بعده واللي بعده. قويها وعريسنا كان طفل صغير، قويها وعريسنا صار حلو كبير، والله محمد. قويها وعريسنا حقق من الأحلام كثير. الله أكبر. حيي وراشد، راشد سلم على الناس، على الضيوف، سلم على كل الناس، قرب قرب قرب، سلم على الكل، قرب سلم على الكل. حد الصعاب، حد المجتمع والناس، حتى الإعاقة، وهذا مثل ما انتم شايفين اليوم معرس ما شاء الله. بفكروا الإعاقة أحيانا إيد أو رجل. السلام بالمجتمع، نحقق المحبة بالمجتمع، هذا اللي بتحققه مركز راشد، هذا اللي حققه بوجودكم وبمساعدكم. شكرا مركز راشد، شكرا لكم. نحتفل مع بعض، يلا حياكم. أحلى عرسان. يلا عبدنا عبد الله، عبد الله بالخير. يلا المفاجأة الحين.
وخلال الاحتفالية كرم الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم عدد كبير من رعاة المركز وداعميه، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص وأصدقاء المركز الذين ساهموا بدعم مسيرته الطويلة، وأيضا عدد كبير من الفنانين والإعلاميين. تحية كبيرة للنجم العربي الكبير وليد توفيق، صديق أصحاب الهمم. تحية كبيرة لتفاحة السينما المصرية الجميلة ليلى علوي. بشكركم، كل سنة وانتم كلكم بخير وطيبين، وأرجوكم معايا نقول سقفة كبيرة لولادنا أصحاب الهمم. تحية لأمين النجار الشهيرة لغادة عادل وإبداع حالة خاصة مع دور لمعاناة أصحاب الهمم. حاجة عظيمة جدا جدا، أنا يشرفني إن أكون موجودة في مكان زي ده، مركز راشد بيهتم بكل ذوي الهمم، ودي أعظم حاجة في الدنيا وأسمى شعور في الدنيا، وبشكركم إن أنا موجودة النهاردة. أيوة. تحية للإنسانة قبل الفنانة شؤون الهجر. تحية سوجي. شكرا لسفيرة الفن وسفيرة النوايا الحسنة صفية العمري، وشكرا لحبها الدائم لأصحاب الهمم ومركز راشد. شكرا لكم. تكريم لكل أم قدرت تخلي ابنها يتخلص من إعاقته سواء كان سليم أو غير سليم وتوصله لباب الأمان. شكرا مركز راشد.